اقول لك مبروك كده، متهيالي ابنك بدأ يعرف يقرا ويكتب. طبعا احنا وصلنا، لو تابعت الدروس من 1 لحد النهارده السادس ان شاء الله تكون بدأت تعرف تقرا وتكتب والدنيا معاك تبقى تمام. هنبدأ النهارده بقى. احنا قلنا ايه؟ قلنا تجميع الحروف، صح؟ وقلنا حفظ الحروف، صح كده؟ وتداول الجمل وتجميع الكلمات، تمام كده؟ وما تنساش ال28 حرف اللي احنا قلنا عليهم، دول اساس اللغة العربية. دول اساس ايه؟ اللغة العربية. ال28 حرف، قلنا اي كلمة في اللغة العربية هتلاقيها متجمعة من ال28 حرف. تمام كده يا شباب؟ كده هنقول ان شاء الله مبروك عليك. تابع السلسلة كاملة في قسم الفيديوهات وراجع واحدة واحدة، هتلاقي نفسك ان شاء الله بدأت تتعلم بالتسلسل. وهنبدأ بجدول الضرب من 1 إلى 10. لكن لما تبقى حافظ جدول الضرب على الأقل بتساعدك في حل المسائل السريعة أو الحسبة السريعة. بالنسبة لإخواتنا الكبار اللي هم ما كملوش القراية والكتابة، لما يبقى واقف في محل بيعة أو بيتعامل في أي بيع وشراء، أو هو اللي بيشتري أو هو اللي بيبيع، جدول الضرب من 1 ل10 بيساعده في تكوين حساب أي سلعة بيحاول يتعامل معاها مع عميل أو زبون أو زي ما بتسموه، اللي هي الكيلوات والجرامات والحاجات دي. لما تضرب مثلا كام كيلو في كذا فلوس، كام جرام في كذا فلوس. معانا مثلا العدد السلع اللي هو بيتعامل بيها، سواء بالكراتين، سواء بالقطعة، سواء بالحباية، سواء ايا كان النوع التجارة او العمل اللي هو بيعمل فيه. ربنا يرزق الجميع يا رب ويسهل الحال على الجميع. تمام كده؟ اما بالنسبة للاطفال الصغيرين، فجدول الضرب هيساعدك تفهم المدرس بيشرح لك ازاي، المدرس عايز منك ايه. بيساعدك ان انت تحل بعض المسائل البسيطة، بيساعدك ان انت تتجول في الرياضة بطريقة سهلة. تمام كده؟ هنبدأ ان شاء الله من 1 في 1 لحد 10 في 10. ده اسمه جدول الضرب. 1 في 7 وانت ماشي كده لحد 1 في 10، 1 في 1000، 1 في مليون. اي رقم انت عايزه هيساوي نفس الناتج. تمام كده؟ يعني مثلا هنقول 1 في 1، 1 في 1 بيساوي كام؟ بيساوي 1. لما يبقى معاك حباية ايا كانت، برتقانية، تفاحية، طماطماية، عصاية، ايا كان الطرف اللي معاك او الحباية اللي معاك او العدد اللي معاك اللي هو 1، وقدامك شخص واحد، اذا هياخد نفس الايه؟ نفس الحباية. هياخد نفس الايه؟ الحباية. 1 في 2 هتساوي هي الاتنين. هي الايه؟ الاتنين. 1 في 3 هتساوي 1 في 5 هتساوي 5. وده اسهل الجداول كلها بالنسبة ل1 ل10، لان هو بيديك نفس الناتج. اضرب 1 في مليون هيبقى مليون، 1 في 5 هيبقى في 5، 1 في 10 هيبقى ب10. ايا كان الناتج اللي مضروب في 1 هيديك نفس الناتج، ما بيتغيرش. تمام؟ يعني انت مثلا لو بتبيع حاجة او بتشتري حاجة، تمام كده، وضربت مثلا الكيلو بجنيه اللي هو 1 مثلا، او الطرف بجنيه، او الحباية بجنيه، او الماكينة بجنيه مثلا، يعني معاك مثلا 10 كيلو
والكيلو بجنيه هيساوي كام؟ هيساوي 10 جنيه. إذا لو قلنا الواحد في 10 كيلو يساوي كام؟ هي ال10 كيلو هي ال10 جنيه. لأن ال10 كيلو لما يبقى الكيلو بجنيه يبقى هي الايه؟ ال10 جنيه. لو 7 كيلو والكيلو بجنيه أو الحباية بجنيه أو الطرف بجنيه، إذا هيديك نفس العدد، لأن السعر هو واحد. بتضرب في إيه؟ بتضرب في العدد اللي موجود معاك أيا كان التعامل اللي معاك، إذا كنت بتبيع أو بتشتري، عدد الحبايات، عدد الماكينات، عدد أيا كان معاك. فأصبح إن هو نفس الناتج. اضرب الواحد في أي ناتج يجي في خيالك هيديك نفس الإيه؟ 2 في 10. 2 في 2. انت فهمت جدول الواحد الاول احنا كنا بنقول ايه؟ لو حسبت الجدول ده تكنولوجيا في دماغك كده بالراحة هتلاقي ان انت مش هتستغنى عن رمز الجمع اللي هو حرف الزائد، اللي هو ده الزائد، حرف الايه؟ حرف الزائد. طب ازاي احط حرف الزائد في مخي وانا شغال ضرب؟ هقول لك انا 2 في 2 لما اقول لك 4. طب وصلت ازاي 4؟ 2 في 2. خلي بالك من التكنيك دوت، لان التكنيك دوت هيمشي معاك في جميع جدول الضرب وخارج جدول الضرب وداخل جدول الضرب وفي اي موضوع بتستخدمه، سواء في عمل، سواء في دراسة، سواء في ايا كان. طب ازاي هيساوي؟ جبت منين ال4 دي؟ طبعا هنا هتتفهم بسرعة لان الارقام سهلة وبسيطة وصغيرة. تمام؟ مرضتش اجيب لك ارقام كبيرة بالنسبة للناس اللي شغالة في البيع والشراء عشان ما تبقاش المسألة بالنسبة لك معقدة. قلت ابدأ بجدول الضرب عشان الموضوع يبقى بالنسبة لك ايه؟ سهل وتقدر تفهمه بالراحة، وبذلك تدرج عليه الارقام بعد كده. انا عندي 2 في 2. لما يبقى قدامي شخصين واحد وواحد، لما يبقى قدامي شخصين واحد وواحد، تمام كده؟ دول شخصين. حلو. هضرب الشخصين دول في ايه؟ في 2. يعني كل واحد هياخد 2. كل واحد هياخد مني ايه؟ 2. اذا انا قلت لك مش هشيل رمز الزائد ده من مخك. ليه؟ عشان لما ادي لكل واحد من دول 2، اذا في هنا طرق جمع ولكن ما بتتكتبش. انت في مخك انت تكنولوجيا بتشغلها الآلة الحاسبة اللي في مخك. اذا 2 لما يبقى معايا 2 شخصين وهضرب الرقم في الاتنين، يعني كل واحد هياخد مني نفس الرقم. كل شخص هياخد مني 2، صح؟ مش بقولك 2 في 2، كل شخص هياخد مني 2. اذا ده خد 2 وده خد 2، يبقى 2 زائد اوكي، 2 زائد، وصلتك؟ زائد 2. تمام؟ بس سوت الايه؟ ال4. طب عندي 2 في 3 الرقم زاد. طب ازاي بقى هتيجي 3 دي؟ ادتني 6. هو نفس التكنيك. لما يبقى عندي رقمين هضربهم في 3، يعني كل واحد شخص منهم هياخد مني 3. اذا 3 و3 هتبقى 6. طب ما هو ممكن يلخبطني ويقول لي 3 في 2، ما يقوليش 2 في 3. 3 في 2. طب ما هي هجيب لك انا 3 اشخاص، احنا قلنا شخصين هنديهم كل واحد 3، صح؟ انت قلبت لي الايه، هو لخبطني وقال لي طب 3 في 6، ما قاليش 2 في 3، قال لي سوري، قال لي 3 في 2. طب ماشي، هجيب لك ال3 اشخاص، شخص تالت كمان اهوت، تمام كده؟ اذا هينضرب في 2، صح؟ هتعكس بقى، هو عكسها معاك، شقلب لك راسك، انت كمان شقلب العدد في راسك. تمام؟ امشي مع نفس الموجة. اذا هو كل واحد من دول هياخد مني 2. تمام؟ 2 2 2، 3 اتنينات هيديك نفس الناتج، مفيش لخبطة ولا حاجة، هو مجرد ان هو عكس الارقام. انت بقى هتعكس الجمع بتاعك في راسك. اذا هتجمع 3 اتنينات. الاول جمعت 3 بس،
صح؟ لما كانوا شخصين 2 في 3، كانوا شخصين هتدي كل واحد 3 بس، اصبحت 6 الناتج. طب هو عكسها لك، قال لك 3 في 2، ما قالكش 2 في 3، قال لك 3 في 2 بكام مثلا يعني. لا انت خلي بقى اعكسها بقى انت كمان، 3 اشخاص كل واحد 2، هتديك نفس الناتج 2 2 2. اذا اساس الضرب ده عشان ما يبقاش تعبك انت في مخك اساسه الجمع. اساس الجمع عشان ما تلخبطش، بتجمع الرقم منسوب الرقم اللي مضروب فيه. وصلتك ازاي؟ عندك مثلا 2 في 4، هتجمع الاربعة مرتين. طب ما هو عكسها لي، قال لي 4 في 2، 4 في 2 هتجمع الاتنين 4 مرات. ازاي؟ ما هو الاتنين في 4 ب8، عشان 4 مرتين هتجمعها مرتين، 4 و4، 4 و4 هتديك كام؟ هتديك كام؟ هتديك 8 صح؟ 4 و4 8 صح؟ طيب لما اجمع الاتنين 4 مرات، عكسناها بقى، هو لخبطني بقى، قال لي 4 في 2، انا مستسهل بقول 2 في 4 ب8، هو قال لي 4 في 2، هتجمع الاتنين 4 مرات. اذا 2 و2 و2 و2، تمام كده؟ يبقى معانا هتديك 8. طب 2 في 9، ايه اللخبطه؟ الرقم ده كبير. 2 في 9، اوه انا هجيبها ازاي؟ ده كتير قوي. لا مش هقول لك كتير ولا حاجه، ارجع لمنسوب 2 في 2 الاولانيه كده. لما اجيب شخصين ودي كل واحد 9 حاجات، 9 حبايات، 9 كيلوات، 9 مكانات، 9 طرفات، ايا كان الحاجات اللي انت بتتعامل، 9 برتقانات، 9 موزات، هيديك 9 و9 كام؟ 18. حبايب الصغيرين لما تطلع 9 تحطهم في مخك، 9 تحطهم فين؟ في مخك 9، وطلع 9 على صوابعك كده اهوت، طلع 9 على صوابعك، في 9 هنا في مخك صح؟ كمل بقى بعد التسعة ايه؟ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صح كده يا شباب يا حلوين؟ ادتني الناتج دوت 18. طب يا استاذ هو قال لي 9 في 2، ما قاليش 2 في 9، 9 في 2. اوكي هعكس لك الموضوع هو ما تتلخبطش، بس عشان انا امشي معاك على نفس الموجة، لو جمعت الاتنين 9 مرات هتديك 18، يعني الاتنين 9 اتنينات، عشان ما تاخدش 9 مرات ايه بالنسبة للاطفال ممكن تلخبطهم شوية. اجمع الاتنين 9 مرات، معاك 9 اتنينات. اعمل في الكراسة بتاعتك كده 9 ايه نقطات كده، كل نقطة من دول اعتبرهم كام؟ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. امسح النقطة الزيادة دي، دول 9 ايه؟ 9 نقط. اعتبر ان كل 2 من دول، كل نقطة من دي 2، يبقى 2 و2 4 و2 6 و2 8 و2 10 و2 12 و2 14 و2 16 فوق جود، يبقى كام؟ و2 18، هديك نفس الناتج. اذا الجمع مضروب معاك في مخك في جميع الجدول من فوق لحد 10. اي واحدة من دول هتجيب مثلا 2 في 7 هديك 14 صح كده؟ جمع بقى، جت ازاي 14؟ عندك 2 في 6 و2 في 5 و2 في 8 و2 في 10. اكتبهم لي في الكومنتات اشوفك انت متابع معايا صح ولا لا. تمام كده يا صاحبي؟ يبقى انت حرف الزائد ده تكنولوجيا مزروع في راسك زي الآلة الحاسبة، ما تستغناش عنه في اي ضرب يقابلك في الدنيا، هتلاقي دي بترن في مخك. تمام كده يا شباب؟ لو وصلت لحد من هنا يبقى انت بطل، واكيد كنت عايز تعمل لايك ونسيت، وما تنساش المتابعة والاشتراك عشان يوصلك فيديوهاتنا كلها بالترتيب، وتابع معايا ان شاء الله نوصل مع بعض لدرجة جيدة بأمر الله، والله الموفق بأمر الله. السلام عليكم.